السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده. النهاردة هنعمل معاكم الغدا الجميل ده، وهنفطر ايه يا جماعة؟ يوم روتيني جميل جدا جدا. هنعمل الغدا الجميل ده بوصفات جدتي زمان وبروايح زمان يا جماعة. حاجات أكل كده من غير بهارات كتير ومن غير أي افتكاسات، حاجة كده عسل زي ما انتوا شايفين. عملت الشعرية، شوربة الشعرية الجميلة دي، وعملت الرز الحبة والحبة. كانوا زمان بيعملوا الرز بالحبة والحبة دي يا جماعة جميل جدا. وعملت الملوخية التحفة الجميلة الرائعة دي زي ما انتوا شايفين. بصوا عاملة ازاي يا جماعة، ريحتها تحفة تحفة. اول حاجة فطرنا كده، جبنا طعمية وحمرت بطاطس وعملت كوبايتين شاي كده مع البتنجان في السندوتشات كده، جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. وندخل على الغدا الجميل زي ما انتوا شايفين كده. انا عندي فرخة غسلتها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين اهي، زي الفل كده. وقطعتها الفرخة كده زي ما انتوا شايفين. جبت حلة على النار وحطيتها كده، حطيت فيها الفراخ اشوحها زي ما انتوا شايفين. وحطيت طماطم وبهارات فراخ وبصلاية وفلفل اسمر وملح، وشوحت الفراخ كويس زي ما انتوا شايفين. انا بشوحها كويس كويس جدا جدا. جربوا الاكل ده يا جماعة، جميل جدا جدا جدا. كانت جدتنا زمان بتعمله كده بطريقة سهلة وبسيطة اوي اوي، ولا الريحة بتاعتها فعلا كانت جميلة جدا. هنعمل الرز الحبة والحبة زي ما انتوا شايفين. جبت نص الرز اللي انا هعمله، اي كمية انت عايزاها، غسلتها كويس وصفيتها كده من المية. الرز ده كانوا جدتنا بتعمله زمان يا جماعة، الرز حبة وحبة مشهور جدا جدا. اهو بقول لكم ان انا خدت نص الرز بعد ما غسلته. والحلة دي هعمل فيها الشعرية، شوربة الشعرية كده زي ما انتوا شايفين. حطيت على عين الرز بيتحمر اهو زي ما انتوا شايفين، والعين التانية حطيت عليها الشعرية زي ما انتوا شايفين. هحمرها برضو اهو. انا بحمر وايدي في الشعرية وايدي في الرز برضو يا جماعة، لانه ما تخلوهوش معاكي، لازم تقلبي كويس علشان الرز ده ممكن يتحرق منك. والشعرية برضو كذلك اهو. بصوا انا برجع لده ولده مع بعض، وزي ما انتوا شايفين اهو. انا الشعرية بعد ما حمرتها حطيت لها شوربة الفراخ الجميلة اللي ريحتها تحفة اهو يا جماعة. رجعت للرز تاني بعد ما اتحمر نصه كده، بصوا اتحمر وجميل ازاي. وبعدين حطيت الرز اللي هو الابيض، نص الرز بتكتري شوية في الرز الحبة والحبة عشان يبان كده، بيبقى جميل وشكله جميل زي ما انتوا شايفين. حطيت المية بتاعة الرز. الرز ده المصري مغسول كويس يا جماعة وجميل جدا جدا. هعمل بقى الملوخية بتاعتنا الجميلة بروايح زمان. حطيت سمنة بلدي كده، وبعدين حطيت طماطم معصورة، طماطمية واحدة، ما تكتريش الطماطم عشان ما تحمرش معاكي الملوخية. وبعدين حطيت معلقة مكعب مرق، وحطيت نص معلقة صغيرة سكر. السكر ده يا جماعة بتخلي الملوخية جميلة جدا جدا وتسكرها وجميلة جدا. وحطيت الملح بتاعها زي ما انتوا شايفين، ما تخافوش من المعلقة الصغيرة اللي انا حطيتها سكر يا جماعة، جربوها جميلة جدا. حطيت فلفل اسمر وسبت الشوربة الجميلة العسل دي تغلي. بوريكم الملوخية دي انا كنت مقطعاها ومفرزاها في الفريزر، كنت عاملاها معاكم قبل كده. حطيت الشوربة كده وهتن اقلب كويس جدا جدا في الملوخية زي ما انتوا شايفين. بقلب فيها عشان الملوخية دي انا كنت مطلعاها من الفريزر. بصوا يا جماعة جميلة جدا ازاي، بصوا تحفة تحفة بجد والله. الزبدة دي زبدة بلدي يا جماعة. جربوا الفراخ المتحمرة الجميلة بتاعت زمان،
ما تحطهاش في الفرن، هما كانوا بيعملوها زمان يا جماعة جميلة جدا. بصوا الرز معانا مفلفل وجميل ولا ريحته يا جماعة، بصوا مفلفل وجميل جدا جدا. جربوا الأكلات دي يا جماعة بروايح زمان، ولا تتبلي بقى ولا تعملي. بصوا جميل جدا جدا، طعمه بقى خرافة. بصوا الملوخية جميلة ازاي، ولا الرز الحبة والحبة تحفة. وده معانا الشعرية والملوخية الجميلة والفراخ أنا حمرتها. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.